فيه لحظة في حياة كل واحد منا بيحس فيها إنه ضعيف، متكسر، تايه، كأنه عايش بس علشان يعدي اليوم وخلاص. بس الحقيقة إنك أقوى من كده بكتير، وكل اللي ناقصك الخمس عادات. لو مشيت عليهم مش بس هتقف على رجلك، لأ، هتبقى جبل. أول عادة: قول لأ من غير ما تبرر. قول لأ. مش كل الناس تستاهل وقتك، ولا كل الفرص تستاهل مجهودك، ولا كل العلاقات لازم تكمل. كل مرة بتقول فيها لأ لحاجة بتوجعك أو بتسرق طاقتك، انت بتقوي نفسك وبتبني حدودك. والشخص اللي عنده حدود عنده هدوء وعنده سيطرة. تاني عادة: ابدأ يومك بحاجة بتحبها، كوباية قهوة، 5 دقايق سكوت، سجود خاشع، صوت بتحبه، حاجة تفوق بيها قلبك قبل دماغك. بداية اليوم هي مفتاح بقيته. ابدأوا صح، يومك كله هيمشي صح. ابدأوا بدقيق، هتفضل تتنفس وجع طول النهار. تالت عادة: اكتب اللي جواك، أي فكرة، أي وجع، أي حلم، اكتب. القلم مش بس وسيلة، ده علاج. كل حرف بتكتبه بينقي قلبك من الحزن وبيحررك من الفوضى اللي جواك. ما تسيبش دماغك تبقى زحمة، خلي الورق يشيل عنك. رابع عادة: خليك صادق مع نفسك حتى لو كل الناس كذبوا. ما تضحكش على نفسك، ما تبيعش مبدأك، وما تتجملش علشان ترضي حد. الناس بتعمل شو، بس اللي بيعيش بارتياح هو اللي بينام وهو راضي عن نفسه. خامس عادة: اختار كل يوم حاجة واحدة تكبر بيها. مش لازم خطوة ضخمة، كفاية خطوة صغيرة. تعلم، عادة جديدة، تمرينة بسيطة، صفحة في كتاب. حتى لو مفيش نتيجة باينة، انت بتتراكم، بتتبني حتة بحتة، وبكرة هتشوف قد ايه انت اتغيرت. اسمعني يا بطل، القوة مش انك ما تقيتش، ولا انك دايما ثابت، ولا انك ما تتوجعش. القوة انك توقع وتقوم، تتكسر وتلم، تتوجع وتقول انا مكمل. كل عادة من ال5 دول هي طوبة في سور كبير بتحمي بيه نفسك من الضعف. سور اسمه انا اقوى من كل اللي حاول يوقعني. فالمرة الجاية اللي تحس فيها انك بتتكسر، ارجع للعادات دي وافتكر انك مش لوحدك، وربك دايما شايف وسامع وبيقولك أنا معاك طول ما أنت بتحاول. أنا بفتح لك أبواب كانت مقفولة. وفي ختام الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركتنا رأيك، دعمك يهمنا.